السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة جيدة واسعد حال. اخباركم ايه؟ صلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم واتوب اليك. جددوا ايمانكم بشهادة ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. حبايبي اشكركم، برحب بكل حبايبي اللي جم انضموا ليا وبقيتوا علبة كبيرة. ربنا يخليكم ليا، ما يحرمنيش منكم ابدا. حابة اشكر حبيبتي اللي من الاردن بتقولي بحبك في الله. انا كمان بحبك في الله يا حبيبتي، بحبكم كلكم يا اغلى عيله واحلى ناس. عيلتي من كل حته في كل الوطن العربي. حبايبي اشكركم الف شكر، ما انحرمش منكم ابدا. عايزه اقول لكم النهارده على قصه، يا رب تتحملوني. قصة كفاح كنتاكي. هو الراجل ده نجح في سن كبير. انا هقول لكم ازاي. يعني عايزه اقول لكم ان النجاح ما بيقفش عند سن معين. مش معنى ان انا عديت ال30 ال40 اقول خلاص الحياه انتهت، لا. الحياه مستمره حتى لو في سن كبير. لازم يكون في نجاح، وبعد الفشل يبقى ليه نجاح. كنتاكي ده اسمه ايه؟ اسمه هارلاند ساندرز. الراجل ده ولد سنة 1890 في ولاية اسمها أنديانا في الولايات المتحدة الأمريكية. الراجل ده عايزة أقول لكم إن هو والده كان بيشتغل في معامل فحم. كان راجل شيال، ومامته كانت ربة منزل. يعني كانت عيلة فقيرة وصغيرة جدا، ودخلهم يعني محدود. عايزة اقول لكم ان الراجل دوت والده توفى في سن 6 سنوات. لما توفى في سن 6 سنوات، والدته اضطرت ان هي تروح تشتغل عشان نفقات الحياة. لما راحت تشتغل فابتدى يرعى اخواته، فكان بيعمل له دجاج مقلي. لما كان بيعمل لهم دجاج مقلي وبيرعاهم، كان بيرعيهم وكان بيحب قوي الدجاج، يعني الطبخ هواية ليه. المهم عفوا. والدته اتجوزت وهو عنده 12 سنة، فزوج امهم ما تحملهمش، فوداهم عند عمتهم اخت باباهم اللي هو توفاه الله. فراح، فاضطر ان هو يشتغل عامل في مزرعة علشان اخواته، عشان نفقات الحياة وان هو يصرف عليهم ويرعاهم. وعمتهم كانت بتراعيهم كتربية وتخلي بالهم منهم. فالمزرعة دي كانت بتبعد حوالي 129 متر عن مكان بيت عمته. فاشتغل عامل في مزرعة واتنقل من مكان لمكان عشان كان عايز يعني أموال، يعني عشان أموال أكتر عشان تكفيهم أكتر، عشان يعني مصاريف ونفقات الحياة. فاشتغل في الجيش وفي التأمين وفي كافيه وفي محطة إطارات. اشتغل في حاجات كتيرة قوي. وتفتكروا ان هو اشتغل بس؟ لا، ده كمل دراسته كمان. كمل دراسته وكمل الايه الثانوية. ولما اكمل الثانوية اشتغل ان هو كمل دراسته في القانون. لما عن طريق الايه المراسلة. لا، ما اكتفاش كده بس، لا ده كمان كان بيشتغل وخد اللي هي ايه دكتوراه في المحاماة بالمراسلة برضو. وكان برضو بيشتغل اي حاجة كان بيشتغلها، كافيه في كذا حتة يعني. اشتغل عشان الاموال وفي نفس الوقت درس، كمل ودرس. المهم الراجل ده افتتح محطة بنزين في محطة بنزين في مقاطعة اسمها مقاطعة كورين بكنتاكي. في حتة اسمها كنتاكي، مقاطعة كورين بكنتاكي. المهم الراجل ده لما فتح محطة البنزين، كان في نفس الوقت كان بيشتغل في محاكم ليتل في ولاية اسمها أركنساس. فلقى ان الموضوع ما كانش بيكفي الموضوع ده. ال الاموال اللي كانت بتجيله ضئيله جدا. فهو ده اللي اضطر انه يفتتح محطه البنزين اللي انا قلت لكم عليها. المهم جات له فكرة ان هو يفتتح مطعم في غرفة خلف البنزين. لما احد الباعة قال له هو مفيش مطعم هنا، فقال له مفيش. فهنا جات له الفكرة انه هو يفتتح مطعم. وافتكر الدجاج المقلي اللي هو كان بيعمله لاخواته. لما عمل المطعم ده كان بيعمل جنبه بطاطس مقلية وخضروات وبسكويت. فابتدى ان هو الاقبال زاد عليه قوي. فلقى ان هو لازم يطور نفسه. وكان بيدرس ازاي يعني ان هو يجود من الطبخ، وان هو يبدع في الطبخ، ويدرس فن الفنادق والمطاعم. وكان بيطور من نفسه وعمل خلطة.
خلطة سرية رهيبة. وكمان كان بيعمل الدجاج على البخار بجانب الدجاج المقلي. طور نفسه لدرجة ان حاكم الولاية عرض عليه 2 مليون دولار في وقت ده سنة 1930. كان مبلغ رهيب وهو رفض. لما رفض وكان بيجي له ارباح كتير جدا. جه هنا ان هم كانوا بينظموا الشوارع في كنتاكي، في الحتة اللي هو فيها دي. لما كانوا بينظموها، اضطر ان هو الطرق السريعة مش بقى على الطرق السريعة، تحس ان هو ايه المطعم بتاعه زي ما يكون ايه يبقى في زاوية او بقى من جوه، ما بقاش على الطريق السريع. فابتدت الاعداد تقل جدا وبقت للنص، ويكاد يكون الاعداد اللي كانت يعني المبيعات كانت للنص واقل من النص. فابتدى ان هو يبيعه في المزاد العلني بنص الثمن بعد ما كان معروض 2 مليون دولار عليه. اضطر ان هو زعل جدا وقعد في البيت، قال لا ما نقعدش. وابتدى ان هو يدور بخلطته السريه الرهيبه دي، يروح لكذا ولايه، لحوالي ولايات كتيره قوي، وعرضوا على 25 مطعم رفضوا. هم 5 مطاعم بس اللي رجوا. 25 مطعم دول والخمسه اللي رجوا منه على الخلطه السريه بتاعته الرهيبه دي، ان هم كان بيسافر. كان في الولايات المتحدة الأمريكية كبيرة، وتعب وكان بيسافر في حتت بعيدة وما كانش بييأس. وهو كان عنده 65 سنة ابتدى ان هو يفتح مطعم. المطعم ده هو عنده 65 سنة، عمل 200 فرع وبعدين 600 فرع وكان عنده 77 سنة. بعد كده شركة بيبسي عرضت عليه 840 مليون دولار في الوقت دوت. يعني 840 مليون دولار في الوقت ده كان مبلغ رهيب. باع لهم المطعم. بعد كده جاله مرض سرطان الدم ومات عنده 90 سنة عن سنة 1980. عايزة اقول لكم القصة دي ان الراجل ده بعد ما اتباع مطعمه ما يقسي وراح لف على الولايات هو، وراح واشتغل كذا شغلة واستمر في دراسته، وكان بيشتغل في ولاية تانية في محاكم ليتل، وكان محامي وخد دكتوراه في المحاماة، وكان بيشتغل في فتح محطة بنزين، واشتغل وعمل مطعم كبير وعمل 600 فرع وعنده 77 سنة. وشركة بيبسي أخدته منه بمبلغ خيالي في الوقت ده. كان يعني في السبعينات سنة 840 مليون دولار. يعني كان مبلغ رهيب. الراجل ده ما يقسي وكافح وعافر وما قعدش الا هو عنده 90 سنة بسبب ان هو عنده سرطان الدم، وتوفى وهو عنده 90 سنة. يعني النجاح ملوش سن والفشل بعده نجاح. وما نقفش عند الفشل لا ونقول احنا فشلنا، لا ننجح ونكبر مش عند سن معين بس. حبايبي النجاح طعمه حلو والفشل مش نهاية العالم، صح ولا ايه؟ ما تنسوش تصلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوعوا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي اغلى ناس واحلى عيلة.